أهلا بكل المتابعين على القناة أو الصفحة، وأتمنى أنكم تكونوا بصحة وبخير. هتكلم النهاردة عن استغلال وزارة الري ورد النيل في صناعات كتيرة هقولها في الحلقة دي، ياريت تتابعوني. وقبل ما أتكلم ياريت ما تنسوش اشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير. هتكلم بقى في ايه؟ هتكلم ان وزارة الري استغلت ورد النيل الموجود على نهر النيل ده في صناعات كتيرة صديقة للبيئة، ودربوا سيدات في صناعات كتيرة يدوية، وزودوا وعملوا فرص عمل جديدة. وبكده هيبقى دخل الأسر هيزيد. ورد النيل ده نبات بينمو بيطفو فوق المية العذبة، الأنهار العذبة يعني. محمد علي باشا أدخل ورد النيل لمصر عشان يزين النهر، وكمان بيزين النافورة بتاعة القصر بتاعته. ما كانش بيتوقع بقى انه بيتكاثر بالدرجة دي وهيبقى الشكل بالمنظر ده. طبعا كان بيستهلك جزء كتير من المية، بيشرب مية كتير. كان مشكلته انه ورد النيل برضو مشكلة انه هو بيعمل اعاقة حركة الملاحة في النهر، وسد المجاري المائية زي الترع والمصارف، وكمان بيستهلك جزء من الاكسجين الزائب في الماء، وبكده بيأثر على الكائنات الموجودة في النهر نفسه. ورد النيل في مصر بيتم مقاومته من وزارة الموارد المائية والري. المقاومة بعدة طرق، بيخلصوا منه يعني بعدة طرق، في طرق يدوية وفي بيولوجية وفي كيميائية وفي ميكانيكية. بيستخدموا الطرق الميكانيكية أكتر عشان لضمان عدم تلوث البيئة. وطيب بيعملوا ايه من ورد النيل ده؟ ايه الفايدة منه؟ بياخدوا ورد النيل الموجود على نهر النيل ده، بينتجوا منه وقود حيوي وتحسين التربة الزراعية منه كسماد، بيعملوا سماد وكمان علف للحيوانات. فبكده بدل المشاكل اللي كان بيعملها على نهر النيل وبيسد حركة الملاحة وبيعوق حركة الملاحة، وكان بيعمل مشاكل على النهر، وكمان بياخد من مية النيل نفسها، فده طبعا مشكلة. فبكده عمل ايه؟ عمل بيه حاجات مهمة، عمل منه وقود حيوي، عمل منه سماد، وعمل منه علف حيوانات. ورد النيل ده بيعمل عملية نتح، وده طبعا بنفقد مية عذبة كتيرة جدا، واحنا في وقت مصر بتبحث عن زيادة حصة نهر النيل. وزارة الري عملت المبادرة دي، استخدمت ورد النيل في صناعات صديقة للبيئة، وكمان عشان نحول ورد النيل لمنتجات يعني حلوة وكويسة. ودربوا كمان السيدات القرى على صناعات يدوية مفيدة زي اللي انتوا هتشوفوها في الصور دي، شنط وحاجات كتير. كمان وبكده خلقوا فرص عمل للسيدات، وعملوا فرص عمل جديدة للناس، وبكده زودوا دخل الأسر. وكمان استفادوا كمان المشكلة اللي هو كان تكاثر ورد النيل، عشان ورد النيل بيتكاثر يعني كمية كبيرة جدا، فبيسد بيعمل مشكلة وبيعيق يعني الملاحة وبيعمل مشاكل كتير. فبكده احنا استريحنا من المشكلة، وفي نفس الوقت عملنا صناعات منه مهمة. وبكده الحلقة خلصت. ياريت ما تنسوش اشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، متنسوش تتفرجوا على الفيديوهات القديمة، وتستنوني في فيديو جديد ان شاء الله قريب.